اهلا بيكم معانا في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم بلح الشام المقرمش، روعة. ومعاه كمان صوص شوكولاتة والعسل بتاعه. اول حاجة هنجهز العسل. هنحتاج كوبايتين سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة. وانا هنا بعد ما عصرت الليمونة هحط القشر بتاعها، بيدي ريحة حلوة في الشربات. ورشة ملح خفيفة هنحطها على النار لحد ما يتقل حوالي 10 دقايق. دلوقتي في بولة صغيرة هنحط معلقتين دقيق سيموليا ومعلقة نشا، هنقلبهم مع بعض، هنحطهم على جنب. وده طبعا سر قرمشة بلح الشام. في طاسة على النار هنحط كوباية مية ومعلقة سكر ورشة ملح ومعلقتين زبدة وكوباية دقيق، ونبدأ نقلب لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض وتبدأ تتلم على شكل عجينة. تقريبا كده جهزت. نفضل نقلب فيها بالشكل ده لحد ما نحس انها طارت معانا. هنحطها في بولة كبيرة شوية ونبدأ نرش عليها الخليط بتاع السيمولينا والنشا برضو، ونقلب لحد ما نخلطهم مع بعض كويس. دلوقتي بدأت تبرد، اقدر استخدم ايديا عادي، مفيش مشكلة. هقلبها كويس بايدي لحد ما تتلم خالص زي ما حضراتكم شايفين. بعدين هنبدأ نضيف عليهم بس بيضة واحدة وبشرة برتقان، تديها ريحة حلوة وبتضيع زفارة البيض خالص. هنبدأ نقلب واحدة واحدة لحد ما نخلط البيضة كويس مع العجينة. هنا بقى انا هبدأ استخدم ايدي عشان اعجنها كويس لحد ما احس اللي هي اتماسكت تاني. تبقى كده العجينة جهزت.
هنجيب حلة فيها زيت، وطبعا الزيت بيبقى بارد، وهنحط العجينة في كيس الحلواني، وهنبدأ نقطع بالمقص. طبعا انا هنا عاملاها بالكيس رفيع، لو حضراتكم حابين الكبير مفيش مشكلة، هي بتبقى كريسبي خالص من بره وطرية من جوه، بس انا عاوزاها صغيرة. هبدأ اقطع والزيت بارد، نقطع كل الكمية عادي، وبعدين هنرفعها على النار. شايفين شكلها حلو وكريسبي من بره خالص، بتقرمش. هنقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي حلو، وبعدين نصفيها ونقدمها يا اما مع سكر مخلوط مع قرفة، يا اما مع العسل او صوص الشوكولاتة اللي احنا هنعمله دلوقتي. لصوص الشوكولاتة هنحتاج 100 جرام شوكولاتة غامقة مع 50 جرام من الكريمة، نحطها في الميكرويف ونقلبها بس كده. شايفين شكله حلو ازاي الصوص؟ وبلح الشام جميل ازاي، يا سلام لو حطيناه بصوص الشوكولاتة كده طعمه روعة. انا هنا عاملاها بشوكولاتة غامقة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في اكلة جديدة، مع السلامة.